السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر أمير حميدة مع تيتشر فور أمريكان دبلوم. أولياء أمور كتيرة دلوقتي بعد ما أولادهم خلصوا الامتحانات بدأوا يفكروا إزاي إحنا نحول مستقبل أولادنا بشكل أو بآخر لحاجة أفضل. طبعا مليون في المية أكيد أنت كولي أمر بتفكر في إزاي تحول من التعليم الناشونال سيستم للأمريكان سيستم. بس في بعض التساؤلات اللي في دماغك، من ضمنها المصروفات الدراسية شكلها عامل إزاي، يعني إيه المواد اللي هيدرسها ومدى اختلافها ما بينها وما بين المواد الخاصة بالتعليم المصري أو التعليم الناشونال سواء كان عربي أو لغات، واختلافها مع الدبلومة الأمريكية. كل التساؤلات دي كلها، حتى المصاريف الدراسيه، فاكيد كل الحاجات دي بتشغل ولي الامر بشكل كبير جدا، لان طبعا ده تغيير لمسار حياه ابن حضرتك او بنت حضرتك في خلال الفتره اللي جايه. طبعا انا احترمت الكلام دوت، وناس كتير قوي بدات تتكلم في الحته دي، فبالتالي قلت يلا بينا نعمل ندوه. الندوه دي هدفها الاساسي هو توعيه ولي الامر من خلال حمله مسمينها حمله توعيه. كنا بادئينها بقالنا كذا سنه، بس بنعيد تكرارها خلال السنه دي عشان نوعي كل ولي امر بالفايده من الدبلومه الامريكيه، وازاي تقدر تخش جامعات حكوميه منها او جامعات خاصه او تطلع بيها بره مصر. ممكن تدرس بره مصر وتاخد حاجه اسمها سكولارشيب او منحه دراسيه. طبعا كل الكلام والتفاصيل طبعا مش هيتعمل في فيديو صغير بالشكل دوت، ولكن احنا هنقول الكلام ده في الندوه بتاعت يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله الساعه 3 بتوقيت مصر يوم 16/6. اعتقد الوضع هيكون كويس جدا لما تخش في الندوه دي وتسال كل التساؤلات اللي انت عايزها. اشوفكم ان شاء الله على خير، وميرسي جدا ليكم.